لا تخف ولكن احذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد حسام ودي قناة. النهاردة جبت لكم الجزء التاني من قصة الشيطان. بس قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. فاكرة فاكرة انك هتقدري تخلصيه؟ هي ملك انا، وهو هيفضل محبوس كده. متلعبوش معايا احسن لكم. انا بعرف ابدل الحياة. انا ابن النور. قال الكلام ده عشان شكله يتبدل في لحظة لأكتر منظر مرعب من عمري ما شفته ولا هشوفه في حياتي. واللي زاد الرعب أكتر من المشهد، الشياطين اللي لقيتها بتخرج من المراية وجايين ناحيتي، اتلموا عليا ومسكوني من رجلي وسحبوني لحد المراية. لكن فجأة سمعت صوت يتردد جوه دماغي، صوت معرفوش، صوت حد لكنه مريح أوي كان بيقولي: اثبتي، ما تخافيش، ما تخافيش منه، انت أقوى منه، هو ضعيف. الكلام ده خلاني اثبت مكاني وما خفتش. حسيت ان عندي قوه جباره، كأن الصوت ده هو اللي زرعها جوه قلبي. مع انتهاء الكلام اللي قاله لقيت ايات من القران بتتردد في الاوضه، مش عارفه جايه منين. ولقيت الشيطان بيبدل شكله بسرعه لشكل احمد وبيجري من الاوضه. مع خروجه من الاوضه لقيت الشياطين كلها دخلت لجوه المرايه تاني. كل شيء رجع لطبيعته من تاني. بس سألت نفسي سؤال: مين صاحب الصوت الغريب اللي سمعته عمال يقولهولي وبيقرأ قرآن؟ ومع ترديد السؤال ده لقيت على المراية أحمد بيظهرلي، وكان برضه متسلسل، لكن المرة دي متسلسل من رجلي وإيد واحدة. لازم حالا تروح للشيخ منتصر، هو اللي نجدك دلوقتي، لكن لولا كنت هتبقي جنبي متسلسلة. أنا تواصلت معاه زي ما تواصلت معاك. روحي، هو فاهم هيعمل إيه كويس. قال لي الكلام ده واختفى المشهد من المراية. عشان أنا ما استنيتش وأنا ما استنيتش للصبح وخرجت من الشقة دغري وعارفة إني هروح فين. رحت للشيخ منتصر، كان مستنيني وكان عارف كل حاجة كمان. إن أول مرة رحت له قال لي: أنتي أسماء مش كده؟ أنت تعرفني؟ ادخلي يا بنتي. دخلت ووداني الأوضة، كان خارج منها بخور وريحته حلوة قوي، وكان في قعدة عربي على الأرض. قعدت والشيخ منتصر هو كمان قعد، وقال لي: أحمد شفته وعارف إنه بيمر بقرب شديد. أكيد مستغربه أكيد مستغربة أنا شفته إزاي، هو بيعرفني منين؟ بصي، أنا أعرف أحمد من فترة صغيرة. اتقابلنا بالصدفة في مسجد واتعرفنا على بعض، ومفيش حاجة بتحصل صدفة. أكيد ربنا وقعني في طريقه الفترة دي، لأنه عارف إنه هيدخل في كرب جديد. في حد عمل لأختك عمل، والحد ده قريب منكم أوي. حد أو واحدة حقودة مستكترة إن البنت تعيش في سلام مع اللي بتحبه. غيرة بقى وحسد، وكل ده بياكل في البني آدم. راحت لدجال وعملت سحر أسود، وشيطان السحر هو سبب، وشيطان قوي جدا لأنه ابن الأول لإبليس. وصبري بدل ما هو خادم للسحر، لأ، ده بقى جن عاشق لأختي. الحل إن في السحر المدفون يتشال، وأحمد هيرجع وصبري هيختفي، وانتي اللي هتقدري تخرجي السحر ده. انتي طبعا عارفة مكان القبر اللي ظهرلك في المراية. أيوة عارفاه. وبدأ يحصن فيه، واداني مية مقرة عليها. خرج من الأوضة واغتسل بيها، وقال لي إن اغتسل بيها، وعملت كده فعلا. وبعدها مشيت أنا وهو لمقابر العيلة. وقف جنبها الشيخ منتصر، وبدأ يرش من إزازة في إيده على القبر كله، وكان بيردد آيات من القرآن الكريم. وفضل يردد آيات من القرآن لحد ما باب القبر اتفتح. ومع فتحه قال لي: ادخلي انتي، أنا معاكي ومش هسيبك، انتي أقوى منهم. انت تدخلي، وأي صوت أو أي حاجة تشوفيها ما تصدقيهاش، كله وهم. كنت مرعوبة. أنا هدخل قبري لوحدي. مشيت على رجلي كانت بتخبط في بعض. نزلت درجات القبر، ومع دخولي لباب القبر اترزع عشان يتقفل. صرخت، لكن صوت الشيخ منتصر اتردد وقال لي: اوعي تخافي، باب القبر ما اتقفلش، ده وهم عشان تخافي كملي يا بنتي. كملت ولقيت جوه كفن، جوه شوية عظم. وقفت خايفة، وخوفي زاد لما العظم بقى لحم، واللحم بقى باين في بني آدم. كل ده بيحصل قدامي. الجثة كانت فاتحة بقها على الآخر، وجوه بقها في كيس أسود. أنا سمعت صوت أحمد بيتردد حواليا،
شيل الكيس الاسود بسرعة. قربت اشيله بس لقيت تعبان اسود ظهر فجأة لف جسم الجثة عشان يمنعني اني اقرب، لكن سمعت صوت الشيخ منتصر بيقولي ده وهم، كملي يا بنتي. كملت ومديت ايدي ناحية بق الجثة ورحت شايل الكيس الاسود عشان اول ما اعمل كده اسمع صوت صرخة قوية وشيء يدفعني، عشان بعدها الاقي نفسي مرمية على الارض برا التربة. تعرفوا شفت مين؟ كان احمد واقف مع الشيخ منتصر، ولما شافوني قرب احمد عليا وقال لي انا مسامحك طالما عرفت ان اللي عملتيه كان غلط. سامحني، انا حبيتك بس انا برضو بحب اختي اكتر. اسف، اسف حبي ليك عماني. انتوا مش فاهمين حاجه صح. ايوه، انا سحرت لاختي من اول ما احمد تقدم لها. كنت بحبه بس ندمت لما شفت اختي هتضيع وان الشيطان عاشق اخد مكان حد تاني. احمد رجع لاختي وطبعا ما قالش انه كان مخطوف ومن الشيطان اتعامل عادي والشيطان اختفى خالص، وبقيت عايشة مع احمد بشكل طبيعي. تعرفوا ان بعد ندمي ده وبعد ما صلحت اللي عملته جالي عريس واتجوزت كمان. اصلا مفيش حاجة بتيجي عافية، كل حاجة مكتوبة، كل واحد ليه عمر، ولو مشيت بالسحر مش هتعرف تاخدها، المكتوب هو اللي بتاخده.